السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده مع شيوات خديجه تاقوما. الوصفه ديالنا اليوم اللي طلبتوها مني الاخوات هي الكيك ديال اللبن وبنكهه ديال الحامض اللي كيجي رائع البنات، وكيجي خفيف وكيجي واحد المذاق رائع بهذيك النكهه ديال الحامض. ما نقولش لكم البنات الكيك اسفنجي غيولي هو المعتمد عندكم. ما تنسونيش من لي لايك واللي يدخل عندي جديد ما ينسانيش من الضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. كنشكركم على التعاليق الزوينين اللي كتحفزني نزيد نعطي ما عندي. وندوزو دابا للمكونات وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. غناخدو البول ديال العجانه. انا عندي هنا غنطرب في الطراب ديال العجانه. نتوما ما متوفرش عندكم العجانه تقدروا ديروا الطراب الكهربائي، ضروري الطراب الكهربائي، ولا ما عندكمش الطراب الكهربائي تقدروا ديروا الخلاط اليدوي، ولكن غيجيكم صعوبه باش غتطلعوا البيض، يعني غيشد معكم الوقت. وهذا البيض ضروري خاصو يطلع لينا، يعني ضروري خاصكم تطلعوا هذا البيض. كما كتشاهدوا عندي 4 الحبات ديال البيض على درجه المطبخ متوسطين، ويكونوا على درجه المطبخ البنات. ضروري البول ديال العجانه ولا شي اناء غتخلطوا فيه ضروري ما يكونش فيه الماء، يعني ما يكونش فيه حتى قطره ديال الماء باش يطلع لكم هذاك البيض. كندير واحد القليل ديال الخل حتى هو يكون على درجه المطبخ، وكندير واحد القليل ديال الملح اللي ضروريه اللي غتوازن لينا المذاق. وعندي واحد الكيس ديال الفاني انتما كيف كتشاهدوا، وعندي واحد الكاس عنبه ديال سنيده. هاد الكاس العنبه غنبدا نعبر به، هو اللي غنبدا نعبر به البنات، وغنديروا في البول ديال العجانه وغنبدا يطرب لينا البنات حتى يطلع لينا يعني ضعف الحجم ديالو، حتى يولي لنا داك اللون ديال البيض. دوك المكونات اللي ضفت معاه غيولي البيض يعني اللون ديالو تبدل، يعني بحال كنصايبوا لاجينواز، اللون غادي مايل للابيض. هانتوما كيف كتشاهدوا. ملي كيطلع لينا صافي هنا كنبداو نضيفوا الزيت النباتي. كاس عنبه، الكاس اللي عبرنا به البنات سنيده هو اللي عبرنا به الزيت. كنبداو نضيفوا دفعات، يعني ما كنضيفوش دفعه واحده، يعني بالقليل بالقليل باش هاد الكيك كتجينا اسفنجيه، يعني كتجينا بحال درنا لاجينواز، يعني خفيفه وكتجي رائعه البنات. تبعوا غير الطريقه كيفاش كنخدمها وان شاء الله غتصدق معكم في البيت ديالكم. صافي البنات انتما كيف كتشاهدوا كملت الكاس كامل. صافي كنجيب هذاك الكاس كنعبر به اللبن البنات، اي اللبن ديال العبار او ديال الباتيه، ولكن يكون على درجه المطبخ، ما يكونش بارد من الثلاجه وتجيو تضيفوه كيهبط هذاك البيض. يعني هو كيطرب، ما نحبسوش الطراب، واخا ما تكونش العجانه تكون غير الطراب الكهربائي ما تحبسوش حتى تكملوا هاد المكونات اللي ضفنا مع البيض. هانتوما كيف كتشاهدوا ملي كنكمل الكاس اللي عندي عنبه ديال اللبن، وكنزيد دابا هنا لاغوم ديال الحامض اللي غندير نص معلقه صغيره ديال لاغوم ديال الحامض. صافي غير ينسجم معاه كنحبس الباطور. اللي ما متوفرش عنده لاغوم ديال الحامض تقدروا ديروا غير قشور ديال الحامض البنات. صافي وكنحيد كنحبس الباطور. صافي هنا كنديروا باش غنضيفوا الدقيق او الفورص تدريجيا. هانتوما كيف كتشاهدوا الخليط، يعني الفقاعات عفوا خاصهم يكونوا بهذه الطريقه هذه، يعني الخليط ناجح. هانتوما كيف كتشاهدوا. صافي هنا كنبدا نضيف الفورص بهذاك الكاس اللي عبرنا به الزيت وعبرنا به اللبن، هو اللي غنعبروا به الفورص. كيف كتشاهدوا عبرت الكاس الاول وغربلته، ضروري تغربل وضروري يكون الفورص البنات ديال الحلويات. وصافي كنبداو نخلطوا بهذه الطريقه هذه تدريجيا وعلى حسب البنات. يعني الفورص راه غنعطيكم القياس اللي هز ليا، ولكن نتوما على حسب الكاس اللي عبرتوا به وعلى حسب البيض
كاين البيض اللي تقدروا ديروه نتوما كبير ويقدر ديروه صغير، يعني ما غيهزش لكم هاد الكميه اللي درت انا ديال الفورص، او العكس يقدر يهز لكم كتر يقدر يهز لكم قل. المهم الفورص اللي هزت ليا 3 الكيسان عنبه ديال الفورص. وهنا البنات راني ضفت 3 اكياس خميره ديال الحلويات 8 غرام في الكاس. مني ضفت الكاس الثاني ديال الفورص هانتوما كيف كتشاهدوا، وضروري ما تغربلوها البنات. صافي وكنخلط. مني كنخلط وانا كنخلط وانا كنشوف عيني ميزاني على حساب الفورص، واش غنزيد نص كاس واش غنزيد كاس كامل. هنا قلت غنزيد كاس كامل، علاش؟ باش تكون خاطره ليا على الكيك العاديه. علاش؟ حيت غنزيد الماء ساخن البنات، غنزيد 4 كاس ديال الماء ساخن باش يلاه تجيني هي هذيك القوام ديال الكيك. هانتوما كيف كتشاهدوا زدت الكاس الثالث. صافي وغنخلط مزيان وغنضيف. مني غنخلطو صافي غنضيف الماء دافي البنات، يكون الماء يعني ما تخافوش من الماء سخون، يعني يكون الماء يعني ما يكونش سخون عاوتاني بزاف وما يكونش عاوتاني بارد، يعني يكون دافي. انتما كيف كتشاهدوا صافي شوفوا القوام ديالو، راه كنوريكم القوام ديالو. يعني هنا الخليط ديال الكيك يعني خاطر شويه، يعني ملي غنزيد ليه هذيك 4 كاس عنبه ديال الماء ساخن يعني غتجي هي هذيك. هانتوما كيف كتشاهدوا وصافي وكنخلط. والمول البنات اللي غتضيفوا فيه هذا الخليط يعني المول اللي بغيتو، يعني اللي متوفر عندكم. انا عندي هاد المول اللي كيكون فيه حتى هو هاد الرشمه اللي فيه زوينه وكيعطي الكيك بلا ما تذوقوه ولكم الاختيار. يعني كاين اللي عنده نفس هاد المول وكتذوقوه وكديروا ليه واحد اللمسات، ولكن هاد الكيك انا دائما كنديرها وكنخليها يعني على ما كنزيد عليها حتى شي حاجه، يعني هي بداتها مزينه راسها وفي نفس الوقت واحد المذاق رائع ديال الحامض. انا من المحبين ديال الحامض. هنا المول راه دهنته بالزبده ورشيته بالفورص ودرت الخليط ديالي. في هذه المرحله هذه راني دائما تنقول لكم كنشعل الفرن على 180 درجه، كنديرو يسخن وكنحط الكيك ديالي فوق سطح العمل واحد 5 دقائق، عاد كندخلها البنات الفرن. هنا ملي كنكمل الخليط ديالي على المول كنهز الطاوه وكنضربها فوق سطح العمل باش يخرج هذاك الهواء كاع داك الهواء اللي في الخليط باش يخرج لينا البنات، ونخليها واحد 5 دقائق عاد ندخلها للفرن. اي حاجه خليتوها البنات ترتاح كتعطيكم واحد النتيجه زوينه كيف كتشاهدوا. هي هنا خرجتها من الفرن سخونه البنات، غنخليها حتى تبرد وغنقلبها معكم كيف كتشاهدوا في طبق التقديم. هي كيف كتشاهدوا وباقا دافيه هنايا، كتجي رائعه البنات، كتجي ما نقولش لكم خفيفه، واحد المذاق ديال هذيك الحامض مع نكهه الحامض عفوا مع البن، يعني كتجي رائعه. واللي ما عندهوش النكهه ديال الحامض يقدر يدير قشور ديال الحامض، يعني كيجي رائع البنات، كتجي رائعه. هانتوما ملي قطعتها يعني كتجي عاليه وكتجي خفيفه البنات. نتمنى تجربوها في البيوت ديالكم وما تنسونيش من لي لايك، واللي يدخل عندي جديد ما ينسانيش من الضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. كنشكركم على التعاليق الزوينين اللي كتحفزني نزيد نعطي ما عندي، واللي يدخل عندي مرحبا به والف مرحبا، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.